في معاهدة 36. قبل ما اتكلم عن بنود المعاهدة لازم نتكلم عن الظروف الدولية، ظروف العالم كانت عاملة ايه. احنا يا اولاد اخدنا او عرفنا من التاريخ اللي احنا بندرسه الترم ده ان العالم دخل في حرب عالمية اولى، كانت من سنة كام لكام، وحد يكون ما جاوبش. مين النهارده ما جاوبش؟ يلا يا أميرة. الحرب العالمية، استني يا أميرة، استني يا أميرة. الحرب العالمية الثانية يا أولاد بدأت في تاريخ 1939. خلي بالكم من التاريخ، أنا هكتبه اهوت. من 1939 إلى 1945. خدوا بالكم من التاريخ اللي مكتوب ده، من 1939 ل 1945. طب ده ايه؟ التاريخ ده قريب من المعاهدة ولا لا؟ قريب، يعني تقريبا كده بعد المعاهدة ب3 سنوات. يعني بريطانيا كانت في الوقت ده حاسة ان هي ممكن تدخل في حرب عالمية جديدة، فعايزة تهدي الأوضاع مع مصر. ليه؟ لأن الشعب المصري بقى كثير الثورات، بقى كثير الثورات. يعني كل شويه في ايه؟ ان الظروف الدوليه كانت رايحه في طريق ان اقتراب حرب عالميه جديده، اقتراب حرب عالميه ايه جديده. طبعا بريطانيا عايزه تظبط امورها داخل مصر، مش من مصلحتها ان الشعب المصري كل شويه عامل لها ثورات. فعملت ايه بريطانيا؟ قالت والله احنا ممكن نتفاوض مع الحكومه المصريه. الحكومه المصريه اللي هي مين؟ اللي هو من ينوب عن الشعب. طب مين اللي هينوب عن الشعب؟ في الوقت ده كان رئيس حزب الوفد واصبح كمان رئيس الحكومه، وهيبقى رئيس الحكومه فترتين يا اولاد، يعني فترتين في التاريخ. هو مصطفى باشا النحاس. مصطفى النحاس اللي هو تولى رئاسه حزب الوفد بعد سعد ايه؟ بعد سعد باشا زغلول. دارت المفاوضات ما بين مصطفى باشا النحاس وما بين الانجليز، وانتهت المفاوضات بتوقيع او بمشروع معاهده، ولكن المعاهده المره دي بتنص على العديد من البنود. تعالوا نشوف. يبقى المفاوضات اللي دارت بين الحكومه المصريه بقياده مصطفى النحاس باشا وبين الانجليز. تعالوا نشوف بقى البنود دي، هنحفظها لان هي كتير جدا بتيجي في الامتحانات. معاهدة 1936 بتنص، هي 36 وبتنص على 6 بنود. أول حاجة البنود بتاعتها، في بنود لصالح بريطانيا وفي بنود لصالح إيه؟ لصالح مصر. أول بند هو إن القوات البريطانية تقوم بالجلاء عن القاهرة وجميع الجهات الأخرى، يعني جميع أنحاء الجمهورية باستثناء منطقة واحدة هي منطقة قناة السويس. ليه؟ علشان هم واخدين، اوعوا تنسوا، الامتياز، بنود الامتياز الايه؟ الخاص بقناة السويس يا اولاد، اللي كان مدته 99 عام من تاريخ الافتتاح. فهم عايزين يقوموا بالجلاء عن مصر وجميع انحاء مصر، باستثناء منطقة قناة الايه؟ السويس. رقم 2، ان شوفوا بقى الشرط الاول لصالح مصر، مش يعني ممكن نقول مش قوي، بس طبعا هتقوم القوات البريطانيه بالجلاء. خلينا نتفائل ونقول ان هو لصالح مصر وننسى دلوقتي قناه السويس. البند الثاني لصالح بريطانيا، ان مصر تضع موانيها. بصوا يا اولاد، الموانئ الايه؟ البحريه والموانئ الجويه والمطارات وطرق المواصلات كلها البريه والبحريه تحت تصرف بريطانيا اذا ما دخلت في ايه؟ في حرب عالميه جديده. ادي يا سلام، يعني ارض مصر، الاراضي المصريه لحد النهارده زي ما انتم عارفين فيها حقول الالغام اللي احنا مش عارفين نتخلص منها في الصحراء الغربيه. ده مين اللي عمل فينا؟ مين اللي حط الالغام الارضيه دي في الاراضي المصريه يا ولاد؟ بريطانيا، ايام ما كان عندها الحرب الايه؟ وداخله الحرب العالميه الثانيه، الاولى والثانيه. تخيلوا ان احنا بقى من الوقت ده واراضينا لا زالت تحت، يعني
يعني شوفوا مقدار الضرر قد ايه، ان الاراضي المصريه يعني فضلت يا اولاد الفتره دي كلها ولا زلنا لحد دلوقتي مش عارفين نتخلص من ده. ليه؟ لان كان بند من بنود معاهده 1936 ان مصر تضع موانيها ومطاراتها وطرق مواصلاتها تحت تصرف بريطانيا اذا ما دخلت بريطانيا في حاله الحرب. طيب البند الثالث لصالح بريطانيا برضه. تعالوا نشوف البند الثالث ده عايز ايه. ان الحكومه المصريه تتعهد لصالح بريطانيا ان هي تبني لها ايه؟ الثكنات والمعسكرات والطرق والكباري اللازمه لكل القوات البريطانيه، يعني لقوات الجيش البريطاني. السكنات يا اولاد اللي هي المناطق اللي بيتمركز فيها الجيش. يعني ايه؟ يعني دي منطقه عسكريه. ان مصر اللي هتقوم تبنيها على نفقه الحكومه المصريه وتبني لها كل المعسكرات وتبني طرق وتبني كباري لازمه لكل القوات البريطانيه، ومش بس انها تبنيها، لا ده مصر اللي تتكفل بصيانتها، يعني طول الوقت اصلاحات بقى على حساب الايه؟ الحكومه المصريه. طب البند الرابع لصالح مصر ايه هو؟ ان بريطانيا تساعد مصر للانضمام لعصبه الامم. يعني ايه يا مس؟ واحنا هنكسب ايه من عصبه الامم؟ هقول لكم لا يا اولاد، ما هي عصبه الامم دي اللي هي كانت بدل من الامم المتحده دلوقتي، يعني كان اسمها عصبه الايه؟ الامم. ومحدش بينضم لعصبه الامم دي الا اذا كانت دوله مستقله ذات ايه؟ ذات سياده. طب وده هيحصل؟ هقول لكم يا اولاد ده هيكون من نتائج المعاهده. يبقى البند هقولهم تاني. البند الاول اللي كان لصالح مصر ان القوات البريطانيه هتجلو. يعني ايه تجلو؟ يعني تقوم بالجلاء، يعني بالخروج من مصر من القاهره وجميع الجهات الاخرى باستثناء قناه الايه؟ السويس. وان مصر البند الثاني والثالث لصالح بريطانيا ان مصر تضع موانيها ومطاراتها وطرق مواصلاتها تحت تصرف مين؟ بريطانيا إذا ما دخلت في حالة الحرب. وده هيحصل بالفعل. أنا لسه بقول لكم الدليل هو وجود الألغام الأرضية عندنا في أراضينا لحد النهاردة مش قادرين نتخلص منه في الصحراء الغربية. طيب وإن البند الثالث برضه رايح لصالح بريطانيا، إن الحكومة المصرية تعهدت ببناء السكنات والمعسكرات والطرق والكباري اللازمة يعني إيه؟ يعني كل الحاجات اللي او كل الاشياء اللي بتحتاجها بريطانيا في الجيش مصر تبنيها على نفقتها الخاصه، حتى الطرق والكباري. ومش بس هتبنيها وتسكت وتقف، لا ده هتقوم بالانفاق عليها واصلاحها وصيانتها. البند الرابع كان رايح لصالح مصر لان بريطانيا كانت عاوزه ما احنا يعني انتوا هتقدموا لنا حاجه مقابل حاجه. مساعدة بريطانيا لمصر للانضمام لعصبة الأمم. يعني إيه عصبة الأمم؟ يعني الأمم المتحدة كان اسمها وقتها كده، أو نقدر نقول يعني الاسم القديم. دي كانت المنظمة الدولية الأكبر في العالم اللي هي عصبة الأمم، ومحدش بينضم ليها إلا إيه يا أولاد؟ إلا الدول المستقلة ذات السيادة. طيب رقم 5 استمرار إدارة السودان وفقا لاتفاقية الحكم الثنائي اللي كانت وضعت في يناير 1899، ويرجع الجيش أو القوات المصرية إلى السودان. يعني إيه؟ يعني القوات أو إدارة السودان وفقا للاتفاقية. يعني إيه؟ يعني مصر والسودان حاجة واحدة. ويعود القوات أو تعود القوات المصرية، يعني الجيش المصري يعود للسودان بعد ما إيه؟ ما تم إخراجه بعد مقتل السيرلستات. تمام. آخر حاجة يا ولاد كانت هي مدة المعاهدة. المعاهدة دي مدتها 20 سنة. 20 إيه؟ 20 سنة. وما تنسوش الكلمة دي، إحنا بنقول 20 سنة وهي بدأت سنة 1936، يبقى هتنتهي سنة كام؟ 1956. 1956. ولكن احنا مش هنسبق الأحداث. احنا مصطفى باشا النحاس هينهي المعاهدة قبل التاريخ ده علشان يفتح باب النضال المسلح للمصريين، والناس المصرية تبدأ تناضل. عشان عرف إيه؟ عرف إن مفيش حد هيحقق لنا
املنا وطموحاتنا الا ايه؟ جهاد المصريين، وده هننتهي بيه في اخر الدرس. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت بنود معاهده 1936، 6 بنود يا اولاد. اتمنى لو انتم حد، يعني اتمنى ان انتم تكونوا فهمتوهم. لو حد مش فاهم يقول لي انا. نتائج المعاهده، اول حاجه يا شباب ان هينتهي حكم احتلال مصر من العسكري من قبل بريطانيا من جميع انحاء مصر يا ولاد، الا منطقه واحده اللي هي منطقه قناه الايه؟ السويس. 2، خلي بالكم احنا بناخد النتائج دي من البنود. احنا قلنا في البنود ان البند الرابع كان ان بريطانيا هتساعد مصر للانضمام لعصبه الامم، يبقى النتيجه هي انضمام مصر الى عصبه الامم، باعتبارها ايه؟ زي ما قلت لكم في الشروط، انها دوله دولة مستقله ذات مستقلة. السياده. تمام. رقم 3، ده ما كانش من البنود يا ولاد، ما كانش من البنود اللي موجوده عندنا في المعاهده، ولكن هو من النتائج الغاء الامتيازات الاجنبيه. ما هو يا ولاد انا دلوقتي بريطانيا هتنهي حكمها او احتلالها العسكري، لا احنا كمان هنلغي، يعني خلاص هنرحل من مصر وعندنا الاستعداد. بس كانت بريطانيا كانت عايزه، بتفكر في الرحيل، ولكن مش قبل الايه؟ قبل انتهائها من الحرب العالميه الثانيه. فقامت بالغاء الامتيازات الاجنبيه. طيب امتى؟ وفقا لمؤتمر مونترو في فرنسا. طيب المؤتمر ده يا ولاد اكتبوا لي جنب التاريخ بتاعه لانه مكتوب عندكم بالازرق، اكتبوا لي جنبه مهم. لما اعرف ما النتائج المترتبه، يجي يجيب لي سؤال رخم ويقول لي ما النتائج المترتبه على مؤتمر مونترو سنه 1937، يبقى انا على طول ما اتلخبطش واقول ايه السؤال ده، انا مش عارف، ما خدتش ايه النتائج المترتبه، اقول له لا ده انت اخدتها. النتائج المترتبه على مؤتمر مونترو 1937 هي الغاء الامتيازات الايه؟ الاجنبيه في مصر. تمام؟ طيب بريطانيا قالت كمان ان احنا خلاص هنديكم نتيجه جميله جدا، هي ان احنا نعمل تقويه للجيش المصري. علشان ايه؟ علشان يوم ما احنا ما نحب نخرج من مصر نهائيا بما فيها قناه السويس، مش هم في الاول قالوا احنا هنخرج من مصر كلها الا قناه الايه؟ السويس. طيب احنا هنعمل تقويه للجيش المصري عشان يقدر يقف على رجليه ويحمي ويدافع عن قناه السويس بمفرده عندما تجلو الايه؟ القوات البريطانيه عن مصر. طب يا جماعه كتر خيركم. طب هم يا مس هيستفادوا ايه؟ هو مش هيكون فيه اي استفاده بالنسبه ليه؟ هو دلوقتي ما عندوش اي استفاده غير ان هو يهدي الاوضاع. هو دلوقتي انت بصي، يعني هو عايز يهدي الاوضاع في مصر عشان يفضل الحاجه الاهم بالنسبه له، وهو انه يدخل الحرب العالميه الثانيه وينتصر زي ما انتصر في الحرب العالميه الايه؟ الاولى. ولكن هي مصر خلاص بالنسبه له، هو عارف ان هو استنزف كل الموارد الموجوده في الدوله المصريه. موارد البلد عندنا يا اولاد خلاص كانت اصبحت دوله مستنزفه مستهلكه بعد الاحتلال البريطاني، فهم عايزين يخرجوا باكبر قدر ممكن من المكاسب. تاني حاجه ان هم مش معنى انه يقول لك احنا هنقوي الجيش المصري ان بكره على طول هتلاقي فيه تقويه وانه هيزود العدد والتسليح. ما عملش الكلام ده. دي كلها كانت بنود لتهدئه الايه؟ الاوضاع. كانت بنود لتهدئه الايه؟ الاوضاع في مصر. طيب يعني مجرد كلام يا مس؟ مش كل البنود، انا بقول لك ايه اللي اتحقق منها. اتحقق منها حتى لو كان في تقويه ممكن يزود لك عدد الجيش. وعدد الجيش ده انت اللي يعني احنا المصريين اللي يعني الناس بتتطوع يا اولاد. الاعداد اللي بتدخل الجيش اذا هو منح لنا الفرصه ان يزيد عدد الجيش، دول مصريين، يعني ما بيزود لناش حاجه من عنده. دول ناس بتروح من المصريين بتتطوع وبتدخل ايه؟ الجيش المصري. يبقى ده المقصود بتقويه الجيش المصري لكي يدافع عن ايه؟ عن قناه السويس. وخلي بالكم ده لسه، ده احنا كنا بنقول تاريخ افتتاح قناه السويس يا اولاد كان 17 نوفمبر 1869 لمده 69 سنه، 99 سنه سوري. ده كان مش ده كان شروط الامتياز؟
يعني هتجلو المفروض انها هتنتهي سنه كام؟ سنه 1968. طب احنا فين من دلوقتي؟ ده احنا لسه قدامنا 33 سنه. القوات البريطانيه هتكون مسيطره، او بريطانيا هتكون مسيطره على قناه الايه؟ السويس، من التاريخ اللي احنا بنقوله ده يا اولاد، من تاريخ المعاهده. طيب يبقى اللي حصل هنا تقويه الجيش الايه؟ المصري لكي يتم، او كان البند الرابع هو تقويه الجيش المصري عشان يقدر يدافع لوحده عن قناه السويس عندما تجلو بقى القوات الايه؟ البريطانيه بعد 38 سنه 32 سنه، اقصد 32 سنه سوري يا اولاد تانيين. طيب البند الرابع او النتيجه الرابعه بقى، مش البند، هي حريه مصر في عقد المعاهدات السياسيه مع اي دوله اجنبيه، بس بشرط ان كل المعاهدات، يعني احنا ما عندناش مشكله ان مصر تروح تعقد معاهدات، اي معاهده سياسيه، ولكن اذا لم تتعارض مع معاهده 1936. يعني احنا عاملين لكم دلوقتي اوبشن ان انتوا عايزين تروحوا تعقدوا معاهدات سياسيه تانية مع اي دوله اجنبيه تانية، احنا ما عندناش مشكله، ولكن بالشرط عندنا ايه؟ انها ما تتعارضش مع معاهده 1936. طيب النتيجه السادسه، خلاص دي احنا هناخدها من المعاهده، هي عوده الجيش المصري للسودان واعتراف بريطانيا بالاداره المشتركه مع مصر والسودان. يعني اداره السودان تكون تحت قياده الجيش المصري، تحت قياده الجيش الايه؟ المصري. هقولهم بسرعه يا اولاد تاني. النتائج المترتبه على المعاهده: انتهاء حكم احتلال مصر عسكريا مع بقاء القوات الانجليزيه في قناه السويس فقط. رقم 2، النتيجه الثانيه ان مصر انضمت لعضويه او عصبه الامم المتحده لانها دوله مستقله ذات سياده. 3، الغاء الامتيازات الاجنبيه. قانون الامتيازات الاجنبيه ده كان نتيجه مترتبه على مؤتمر مونترو 1937. طيب النتيجه الرابعه ان تم تقويه الجيش المصري عشان ايه؟ عشان يستطيع بمفرده ان يدافع عن قناه السويس اذا غادرت بريطانيا عن مصر بعد 32 سنه اللي هي مده الامتياز الثاني لقناه السويس. رقم 5، حرية مصر في عقد أي معاهدة سياسية طالما لم تتعارض مع معاهدة 1936. رقم 6، عودة الجيش المصري وفقا لاتفاقية الحكم الايه؟ الثنائي سنة 1899، وده معناه الإدارة المشتركة بين مصر والسودان. طيب حصل ايه بعد كده يا ولاد؟ حصل جزء بقى جديد اسمه المتغيرات الداخلية والدولية بعد المعاهدة. يبقى احنا رايحين نقرب من ايه؟ من الحرب العالمية الثانية. خلاص ايه هي؟ إيه هنا احنا طالما بريطانيا حطت ايديها في ايدين مصر بقيادة مصطفى باشا النحاس، فالعلاقة المفروض دلوقتي احنا حبايب، اخوات واصحاب وحبايب اهو، وعقدنا معاهدة 6 بنود ونتائجها كانت 6 نتائج. العلاقة اتحولت ما بين علاقة احتلال، خلاص بقى احنا بقينا اخوات وحبايب، الى علاقة تحالف. ما هو احنا حطينا ايدينا في ايدين بعض وقعدنا ولينا دلوقتي بينا معاهدة ومدتها 20 سنة. يبقى احنا دلوقتي معنى كده ان العلاقة بين مصر وبريطانيا تحولت من علاقة احتلال، هي اولادها نحط تحتها نعشر عليها، من علاقة احتلال الى علاقة تحالف. طيب وبعدين هنا اللي كان تولى حكم مصر في الوقت ده كان اسمه الملك فاروق ابن الملك فؤاد الأول. الراجل ده خلاص بعد وفاة أبوه اللي هو الملك فؤاد اعتلى عرش مصر. يعني إيه اعتلى؟ يعني خلاص تربع كده على عرش مصر وأصبح هو الملك على مصر والسودان. اسمه الملك إيه؟ الملك فاروق. وهنا طبعا في الوقت ده عندما يعني او عند الفتره اللي حكم فيها الملك فاروق اندلعت او اشتعلت الحرب العالميه الثانيه اهو يا اولاد في سبتمبر زي التاريخ اللي احنا قلناه في الاول 1939. وطبعا هنا بعد الحرب بقى بريطانيا يا اولاد يعني مشدوده بتخوض داخله في حرب عالميه ثانيه. بدات
الخلافات من اول وجديد بين الحكومه المصريه والحكومه البريطانيه. طب ليه؟ ما احنا كنا لسه احنا لحقنا، احنا لسه بنقول ان العلاقه تحولت من علاقه احتلال لعلاقه تحالف. هقول لكم بسبب ايه؟ بسبب اصرار بريطانيا على ان مصر تعلن الحرب العالميه على دول الايه؟ المحور، اللي انا قلت لكم يا اولاد مين؟ المانيا، الصين، الاتحاد الايه؟ السوفيتي يعني قبل ما ينحل. بريطانيا هي اللي كانت هتحارب وعايزة مصر هي اللي تعلن الحرب. تعلن، ايوه. جت مصر وقالت ايه؟ احنا مالنا؟ الملك فاروق اصلا قال انا مالي، هو انا؟ طب انتوا محتليننا وعايزيننا كمان ان احنا نعلن الحرب؟ احنا اصلا مش هنحارب، ولا احنا ضد المانيا ولا ضد حد، احنا لا مع ولا ضد، احنا مالنا اصلا؟ احنا اتفرض علينا الوضع ده علشان انتوا احتلتوا بلدنا. وده يا ولاد رفضته الحكومه المصريه. الحرب وعايزين مصر تعلن الحرب. ايوه، وعايزين مصر تعلن الحرب على دول المحور اللي انا قلت لكم عليهم. طبعا الحكومه المصريه، الملك والحكومه رفضوا الموضوع ده تجنبا لايه؟